من بعد الحادثة اللي بدلات مدينة الألعاب من مكان ديال الضحك المسرح ديال الرعب، ولات الأبواب مسدودة والأنوار مطفية، ولكن الخوف بقى ساكن وسط قلوب الناس. الأمهات كيمنعوا ولادهم يقربوا للحومة، وحتى البوليس ما بقوش باغين يدخلوا بعض المرات، لأن كل تحقيق كان كيخلص بكلمة واحدة مكتوبة بالدم: أنا باقي. في الليل وسط الصمت، بعد السكان بداو كيسمعوا أصوات أرجوحة كتحرك بوحدها. واحد الراجل حكى أنه شاف مراية من لعبة بيت الرعب كتشعل وتطفي بحال تلفاز قديم، وكل ما كيتجمعوا الناس يحكيو هاد القصص كيظهر نفس السؤال: واش رائد مازال حي ولا مجرد لعنة عايشة وسط الألعاب؟ في واحد النهار مجموعة شباب متأثرين بالقصص ديال يوتيوب الرعب قرروا يدخلوا يصوروا فيديو خاص باش يبرهنوا للناس أن كل شيء إشاعة. دخلوا مع الفجر كيتضحكوا وكيديروا تحديات، لكن أول حاجة سجلوها كانت أرجوحة كتحرك بلا ريح، وتاني لقطة كانت ظل طويل كيمشي وراهم رغم أن الكاميرا كتبين أن ما كاين حتى واحد. الساعات دازت والتصوير بدا كيتقطع. آخر فيديو بان فيه واحد منهم كيهرب وهو كيصيح: حرك حرك راه ورايا، والكاميرا طاحت للأرض، صورت غير رجلين واقفين ثم ابتسامة باينة وسط الظلام. من بعد داك النهار ما بانوش هاد الشباب، الناس بداو كيقولوا رائد رجع، واللي يدخل مدينة الألعاب ما كيخرجش كما دخل. وهاد الشي اللي كان اليزامي. إلا عجبتك القصة ديال اليوم ما تنساش دير معاك ديك ابوني باش يوصلك كل جديد كنحط، وهاد الشي اللي كاين. وبسلام والله.